لدى وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى القصر الملكي بفاس، أدت التحية للسيد جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي تشكيلة من الحرس الملكي، وقدم لسيادته التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية. إثر ذلك استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله نائب الرئيس الأمريكي السيد جوزيف بايدن الذي يقوم بزيارة للمغرب للمشاركة في أشغال الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن انعقاد هذه القمة بمراكش قرره صاحب الجلالة أيده الله وفخامة الرئيس الأمريكي السيد باراك أوباما خلال الزيارة الملكية لواشنطن في نوفمبر 2013. وتتوخى هذه القمة وضع التجديد والابتكار كمصدر رئيسي للتنافسية في صلب أولويات هذه المبادرة، وذلك من خلال التشجيع على إرساء استراتيجية للنمو الشامل. وأضاف البلاغ أن هذه القمة تندرج أيضا في إطار إرادة قائدي البلدين لتطوير تعاون استراتيجي ثلاثي بإفريقيا، لا سيما في مجالات الولوج إلى الطاقة والأمن الغذائي. وتناولت المباحثات بين جلالة الملك ونائب الرئيس الأمريكي تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي تستمد قوتها من أسسها التاريخية ورصيدها من القيم المتقاسمة ومن قدرتها على التكيف والتجدد. وقد مكنت الزيارة الملكية الأخيرة إلى واشنطن من فتح آفاق جديدة لتعاون وثيق كفيل بالاستجابة للإرادة المشتركة من أجل تطوير ملموس للعلاقات الثنائية وتقديم إجابات فعالة للتحديات المتعددة التي تهدد السلم والاستقرار الإقليميين. وتناولت هذه المباحثات أيضا التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية وكذا القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في منطقتي الساحل والشرق الأوسط والنزاع العربي الإسرائيلي بالخصوص. حضر هذا الاستقبال عن الجانب الأمريكي السادة دوايت بوش سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، آن بيترسون مساعدة كاتب الدولة في شؤون الشرق الأوسط، وإريك بيلوفسكي المدير الرئيسي لشمال إفريقيا، ودانيال بنيم مستشار رئيسي لدى مجلس الأمن القومي. كما حضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي السادة فؤاد علي الهمة مستشار صاحب الجلالة، وصلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ورشد بوهلال سفير المملكة المغربية في واشنطن.